هو ايه اللي بيحصل في الاهلي دلوقتي؟ كلنا كاهلاويه مش عاجبنا العك والعشوائيه اللي بتحصل في فرقه الكوره. الموضوع بقى اكبر من 90 دقيقه بنشوفها مره ولا مرتين في الاسبوع. فين زمان لما كنا بنستنى الايام تجري بسرعه عشان نشوف ماتشات الاهلي ونعدل مزاجنا؟ دلوقتي بقينا لما نسمع ان الاهلي هيلعب الواحد قلبه بقى بيوجعه عشان عارف ان ما بقاش عندنا لعيبه بتلعب بروح وعاوزه تفرحنا. انتوا عارفين مشاكل الاهلي الحقيقيه فين؟ البدايه لما بقينا نروح نجيب لعيبه تعمل بوم وشو، لكن في الحقيقه في منهم لعيبه شبعت كوره وما بقاش عندهم حاجه يقدموها. طبيعي وانت رايح تجيب لعيبه معديه 30 سنه وبتقول لهم العبوا بحماس ورجوله لعيبه في سن العشرينات، وده طبعا مستحيل. احنا عندنا اللعيبه لما بتقرب او بتوصل لل 30 بتفكر في الاعتزال اكتر من انها تزود بطولاتها وتحقق ارقام، مع ان في لعيبه في الاهلي معديه ال 30 وكانت بتلعب برجوله زي مثلا ياسر ابراهيم وحسين الشحات ومن قبليهم علي معلول وعمرو السوليه. احنا كل اللعيبه اللي كانت عامله روح للفرقه تقريبا مشيناها، بقى الموجود بينزل يجري وشكرا ومفيش كوره. سكواد الاهلي طبعا كل الاهلاويه كانوا مبهورين بالاسكواد الجامد بتاع الاهلي لان كان فيه اسماء تخض، وفعلا سكوادنا كان قوي جدا، نص ملعب وهجوم، وعملنا مباراه قويه قدام بورتو برعايه وسام ابو علي وجاب هاتريك اللي بالمناسبه لما مشي الاهلي بقى ضايع هجوميا وحرفيا احنا بنعاني من بعده. والغريب اننا جبنا شريف وسيبنا جراديشار على اساس انهم يعوضوه، وحرفيا ما حدش فيهم قدر يعوض ربع غيابه. مشكله الجناح اليمين من اول الموسم واحنا عمالين نجرب الشحات وزيزو وتريزيجيه في الجناح اليمين، ومحدش فيهم قادر يملى المكان ده. يمكن الشحات شويه بس، ليه انا تايه وانا عندي لعيب شاب اسمه محمد عبد الله، لعيب واعد جدا وجعان كوره ونفسه يعمل حاجه، وغير كده هو اللعيب الاشول الوحيد عندك في المكان ده واحرف من كل الموجودين. خط الدفاع اسوأ خط موجود في الاهلي حاليا ورابع اسوأ خط دفاع في الدوري كله. تخيلوا الاهلي دخل فيه 13 جون في 12 مباراه، دي ارقام دفاع فريق بينافس على الهبوط مش اكبر نادي في افريقيا واللي لازم تدعيم في يناير. نيجي بقى لحراسه المرمى، انا نفسي افهم بس ايه الوحش اللي ممكن شوبير يقدمه كحارس عنده 25 سنه وبيلعب برجلين الاتنين كويس وتصديات ممتازه، حتى لو عنده اخطاء فهو من ركنته على الدكه، لان هو كان المفروض بعد ما جاب لنا بطوله افريقيا بتاعه الترجي ما كانش يقعد على الدكه تاني اساسا. المدير الفني، هل فعلا المدربين اللي الاهلي بيجيبهم العيب طلع مش منهم؟ انا شايف ان الكلام ده غلط و60 غلط، احنا اللي اختياراتنا للمدربين غلط. هو انت لو عندك مدرب قوي الشخصيه ويقدر يستبعد اي لعيب شايف انه مقصر وكمان لو تكتيكيا قوي كان ده بقى حالنا. مشكلتنا اننا لما بنجيب مدربين مش بنجيب مدربين مناسبين لنوعيه اللعيبه اللي عندنا. طب هل في امل بعد كل الكلام اللي قلته؟ الامل في ايد الكابتن سيد عبد الحفيظ واللي بالمناسبه بقى المشرف على قطاع كره القدم، واللي هيكون ليه تاثير قوي جدا جدا، واللي هيقدر يحول مسار النادي الاهلي ان شاء الله عن طريق القرارات وكمان صفقات يناير، واللي بالمناسبه هنتكلم عنها وعن الراحلين في الفيديو الجاي. ما تنساش تشترك في القناه عشان الفيديو الجاي هيكون ناري.